صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. ناس كتير كانت بتقولي ايه الفيديوهات، ايه هنعمل، ايه بنتكلم عن ايه. طب وبعدين ما هو الجو العام اصلا والتشجيع بتاع الاستثمار والدنيا وكل حاجة حوالينا وسعر الجنيه وسعر الدولار وكل حاجة محبطة محبطة. بس احنا لو فضلنا سايبين الاحباط هنعمل ايه؟ ولا حاجة، مش هنوصل لحاجة، هيبقى حالنا أسوأ من اللي احنا فيه. انا ولا بتاع التنمية بشرية ولا طالعة اقول للناس ابتهج للحياة والحياة هتبقى حلوة. لا، الحياة مش حلوة والحياة مش عادلة، والحياة بتدي للقوي اللي بيعرف يقف بس ويقول انا قوي ويمد ايده وتؤخذ الدنيا غلابة. طب نعمل ايه؟ هو احنا ليه مش عارفين يبقى لنا قرار ونبقى اسياد القرار، ودايما مستنيين اللي يسندنا في القرار او اللي يقول القرار واحنا نقول له ولا الضالين امين؟ عشان احنا مش بنمتلك قوتنا. كلمة قوتنا هنا مش اكلنا وشربنا بس، كل ما اللي احنا بنحتاجه يبقى جزء كبير طالع مننا، من مصانعنا ومن اماكننا ومن اراضينا. هتقولي هو في دولة في العالم بتصنع كل حاجة وبتزرع كل حاجة؟ هقولك لا، بس يبقى عندك نو هاو وعندك حاجة ان انت كل اللي انت تعوزه ان انت تعرف تعمله في ارضك، وتحاول ان انت يبقى اعتمادك على المادة الخام بس فقط لا غير، او ان انت عندك نو هاو الناس تخاف منك يوم ما تزعلك ان انت هتقفل عليا النو هاو. زي ايه؟ زي تايوان. هما بيعملوا لها حساب ليه؟ عشان انت لما هتصنع الميكروشيب اللي حضرتك بتقدر ان انت تستخدمها في الموبايل والعربية والتكييف وريموت التلفزيون، انا ممكن اقفلها عليك. الناس بتعمل حساب لهولندا. ليه؟ عشان المكن بتاع الميكروشيب محدش بينتجه غير هولندا بس على مستوى العالم، وهي اللي بتقرر تديه لمين وما تديهوش لمين. عشان كده الناس بتعمل حساب لزعل مين؟ لزعل هولندا. عايزين الناس تعمل حسابنا وتعمل حساب لزعلنا، يبقى لازم يبقى عندنا اللي يكفينا ونقدر ان احنا ننتجه، ويبقى عندنا نهاو احنا المتفوقين فيها، عشان الناس تبقى محتاجاك. من غير الاحتياج انت منسي، انت مالكش قيمة. ده قانون الحياة وده قانون القوة. صنع في بلدنا وشجع منتجات بلدك. قدامك منتجين، منتج مصري ومنتج أجنبي. حتى لو المنتج المصري هو أقل جودة من المنتج الأجنبي، شجع منتج بلدك، عشان هتحصل بعديها حاجة قوية جدا، انه هو هيكسب وناس غيره هتشوف ان الصناعة دي كسبت، هيبتدوا ان هم يخشوا ويقلدوه. زي ما حصل في الكافيهات، فجأة ماسورة كافيهات، فجأة ماسورة مطاعم. ليه؟ ناس شافت ان الكافيهات والمطاعم بتكسب، فبدأت الناس تخش وتستثمر في الكافيهات والمطاعم وكله يفتح فيها. هتلاقي الناس بتخش وتستثمر هي كمان عشان عايزة تاخد حتة من التورته، ويبقى الاقتصاد بتاعنا بيكبر وبيتطور، ومننا فينا الفلوس بتلف جوانا. القيمة الاقتصادية هتبقى اكبر من ان انا اخد منتج جايلي من بره وادفع فلوس ومفيش اي قيمة مضافة. شجع منتج بلدك، شجع صنع في مصر. على فكرة في منتجات كتيرة، في حاجات كتيرة في حياتنا هي متصنعة في مصر، بس احنا اللي ما نعرفش. يمكن في خلال السلسلة بتاعتنا اللي فاتت كنت بحاول كتير ان انا بتكلم بشق اساسي على المصانع اللي بتتكلم بيزنس تو بيزنس، عشان هي دي اللي ما عندهاش ماركتينج، مش بيسوقوا لنفسهم، بس هم اقوياء فعليا، وهم فعليا عاملين نجاحات جوه مصر وبره مصر، بس احنا اللي ما نعرفش. الناس دايما تعرف بس البي تو سي، لكن ما تعرفش المنتجات البي تو بي، ما تعرفش ان احنا عندنا صناعات مكن هي اللي بتعمل المصانع دي، ما تعرفش ان احنا عندنا صناعات قوية بتتصدر واحنا ما نعرفش عنها حاجة. صنع منتج بلدك. احنا عندنا صناعات وصناعات واقفة على رجليها، وفي نجاحات معمولة وموجودة في السوق المصري، واجيال مكملاها، مش بس لمؤسس الشركة اللي بيديرها، لا ده في اجيال كمان بتكمل فيها. اتفرج على الحلقات بتاعتنا،
هتعرف ان في صناعات كتيرة جدا انت ما تعرفش عنها حاجة. هتلاقي ان فيها ناس مصريين هم اللي اسسوها في مصر وعملوا نجاح فيها في مصر. من لم يمتلك قوته لا يمتلك قراره، ولازم نمتلك قوتنا، ولازم يبقى لنا قيمة عشان نعرف ونقول لا، ويتعمل حساب للكلمة بتاعتنا. صباح الفل عليكم، وصباح صنع في مصر.